جهزتوا حالكم بقى لسحور رمضان ولا لسه؟ لو لسه بقى تعالوا النهارده هنعمل شويه حاجات هتسهل معاكي وتوفر معاكي كتير. بس قبل اي حاجه بقى بحب ارحب بمشتركين الجدد، واهلا ومليون مرحب بيكم، نورتوني وشرفتوني، وجودكم معايا شرف كبير ليا. ولو انتي لسه اول مره بتشوفيني اتمنى تشتركي عندي علشان تنضمي لعيلتي الجميله وتبقى اخت من اخواتنا. ربنا يفرح قلوبكم دايما يا رب ويديمكم نعمه في حياتي. نسمي الله ونبتدي. واول حاجه هبدا بيها الفول عشان بياخد وقت شويه. دول بقى حوالي نص كيلو فول، جبتهم بقى كده ونقعتهم لمده 6 ساعات. خدهم بقى كده واصفيهم واشطفهم كويس طبعا كده تحت الحنفيه. بعد كده بقى هعبيهم في الفواله بتاعتي، عملته قبل كده في الحل عادي علشان لو مش عندك الدماسه او الفواله دي تقدري تعمليه في حله. ولو عايزه تعمليه في الحله هسيب لكم لينك الفيديو في الوصف تحت. عايزه اقول لكم كان طالع في الحله زبده وحلو جدا. هضيف على الفول نص كوبايه عدس، وطبعا غسلته كويس الاول. بعدين هضيف ربع كوبايه رز، وده اللي هيربط الفول لان انا مش هحط فول مدشوش. هضيف عليهم كمان جزريه كبيره مبشوره، وكمان طماطميه مبشوره، ومعلقه كبيره سكر، ونص معلقه صغيره كركم. وهضيف عليهم لتر ونص ميه مغليه كده في الكتل. كمان هضيف ليمونه سليمه زي ما هي كده، لو حابه تقسميها عادي. هاخدهم بقى كده وهرفعهم على النار. نحاول نسيب مسافه سنتي كده ولا حاجه علشان الميه لما تيجي تغلي ما تفرش على البوتاجاز. هسيبهم بقى كده على نار عاليه لحد ما الفول بتاعي يغلي. واول ما يغلي بقى كده نحاول نشيل الريمه اللي على الوش، وانا هنا مغطيتهوش لحد ما غلى. اول ما يغلي معاكي هتغطي عليه النار، وبعد كده هتحطيه بقى على شياطه وعلى اهدى عين عندك على البوتاجاز. وبعد حوالي ساعه ونص هتشوفيه لو محتاج ميه تزوديه ميه. واهم حاجه الميه اللي هتزوديها لازم تكون سخنه بتغلي، ما ينفعش الفول يتزود ميه بارده. واخد معايا في الوقت ده حوالي 3 ساعات ونص. نروح بقى نشوف هنعمل ايه كمان. معايا هنا بقى غله البليله، ودي نقعتها برده 6 ساعات. لو انتي حابه تنقعيها مده اطول مفيش اي مشكله. واهم حاجه في غله البليله قبل ما تنقعيها كده اغسليها كتير لحد ما الميه بتاعتها تبقى شفافه خالص ومفيهاش اي رواسب، لان ساعات بيبقى فيه كتل طين مثلا، فنحاول ان احنا ننقيها برده قبل الغسيل. وحاولي الميه اللي تنقعيها فيها ما تبقاش ميه سخنه علشان الحبايه تبقى معاكي سليمه كده ومقفوله وما تبقاش مفشره وتبقى حلوه. هاخدهم بغسلهم تاني واصفيهم بقى كده من الميه، وهجيب الحله بتاعتي. والبليله دي طبعا بتفكرنا بذكريات زمان الجميله وقت ما كنا صغيرين، كانوا بيعملوه لنا كده في رمضان. لو عندك برده لسه اطفال لسه مش بيصوموا هينفعك جدا موضوع البليله ده، هتلاقي حاجه سهله وسريعه كده تعمليها لهم، وكمان مغذيه جدا ليهم. هضيف بقى عليهم الميه وهرفعهم على البوتاجاز على نار عاليه في الاول. واول ما تغلي معانا هنلاقي كده في ريمه على الوش هنشيلها، لازم نشيلها كده. وبعد كده هنوطي عين البوتاجاز وهنغطي عليها ونسيبها تستوي بقى على راحتها. هتاخد بقى معانا حوالي ساعه البوتاجاز. معانا ايه كمان هنعمله؟ معايا هنا حمص برده نقعته حوالي 6 ساعات. طبعا حجمه تضاعف معايا، وكمان الحمصيه بتتفتح معايا بكل سهوله. دول حوالي ربع كيلو. قلت بقى اجهزهم بالمره علشان لو حبيت اعمل كشري في رمضان يبقوا جاهزين معايا. بما اني نقعت الفول وغلت البليله قلت بالمره بقى اعملهم دلوقتي احسن من بعدين. هي كلها حاجات بتسهل علينا وبتوفر علينا وقت في رمضان. خدتهم برده شطفتهم تحت الحنفيه وحطيتهم في الحله بتاعتي، وهزودهم ميه وهرفعهم على النار. وطبعا الفول والحمص والكلام ده لازم تنقيهم كويس قبل ما تنقعيهم علشان لو فيهم اي حاجه كده ولا كده نشيلها، لان ساعات بيبقى فيه ذره مثلا او لبه او حاجه كده من العلافه، لانه كله بيبقى جنب بعضه، فنحاول ننقيهم كويس الاول. دلوقتي انا رفعت بقى الحمص على النار وهجهز بقى الحاجات اللي هضيفها عليه. معايا هنا طماطميتين وقرن فلفل و5 فصوص توم وحبه ميه صغيره. هفرمهم بقى كده فرم ناعم خالص، وبعد كده بقى هصفيهم. وكان في الوقت ده بقى الحمص بتاعي خد غلو على النار وطلع الريمه بتاعته. هشيل بقى الريمه دي، ولازم نشيل الريمه بتاعه الحمص علشان لون الحمص ما يغمقش معانا. وهنضيف بقى الطماطم والفلفل والثوم اللي احنا ضربينهم. هضيف بقى عليهم معلقه كبيره ملح، نص معلقه صغيره كده كمون، ونص معلقه صغيره برده بابريكا. عايزه اقول لكم الكركم بيدي لون جميل كده ذهبي واصفر حلو كده للحمص. جربوا كده تحطوه هيعجبكم جدا. واقل من نص ساعه وهتلاقيه استوى. ونحاول ما نسووش خالص علشان كده احنا هنفرزه. هندخل بقى بعد كده على الفول المدشوش، وده برده انا نقعته 6 ساعات. ده بقى هنعمل منه الطعميه. شايفين بقى الفوله حجمها تضاعف، وكمان بصوا بتتكسر معايا بكل سهوله. هاخدهم برده اديهم شطفه كده تحت الحنفيه وهصفيهم من الميه. صفيتهم بقى هنا، وهنجيب بقى المكونات بتاعتنا. معايا هنا بصلايه صغيره وربطه صغيره كزبره وبصل اخضر وكمان 10 فصوص توم. والبصلايه دي بتبقى قد البيضه كده صغيره، شايفين صغيره ازاي. وكمان البصل الاخضر اخده كده واحده بصل اخضر، وباقيهم كده اخداهم العروق الخضراء بتاعه البصل الاخضر. انا ما عنديش كرات فحطيت العروق اللي هي الخضراء دي بتاعه البصل الاخضر. كم من واحده كده ما خدتش كتير. وكمان ربطه كده من الكزبره الخضراء. بحاول اوريكم قد ايدي كده واخده ربطه قد ايه، يعني
يعني بصوا انا بضم ايدي خالص كده، الربطه صغيره جدا يعني مش ربطه كبيره، لانه ما ينفعش نكتر خالص الخضره في الطعميه علشان ما تغمقش مننا. ومعايا كمان ملح وكزبره ناشفه. هناخد بقى كده البصله هنقطعها على الفول، وهناخد ربطه الكزبره برده كمان هنقطعها كده على الفول، وكمان البصل الاخضر. لو عندك كرات مفيش مشكله، تقدري تستخدمي الكرات بدل البصل. هو الافضل الطعميه معروفه بالكرات، بس انا ما كانش متوفر لما نزلت السوق، ما لقيتش غير بصل اخضر فجبته. ولو مش متوفر بصل اخضر ولا كرات تقدري تستخدمي عادي كزبره خضره كده، يعني ربطه حلوه كده اكبر من دي شويه. اهم حاجه ما نكترش الكزبره برضو علشان ما تغمقش مننا الطعميه. قطعت كله كده على الفول، ودلوقتي بقى هنقلب كده المكونات دي كلها مع بعض، وهنجيب بقى كده الكبه بتاعتنا لان هي دي بقى اللي هنشتغل بيها النهارده. ولو مش عندك الكبه تقدري تشتغلي في الخلاط عادي جدا. هنحط بقى كده جزء جزء علشان مش هينفع نفرمهم كلهم مره واحده في الكبه علشان ما نبوظش الكبه بتاعتنا. وهنحط كمان معلقه صغيره كزبره ناشفه، ومعلقه صغيره ملح، وكمان نص كوبايه كده مج الشاي العادي كده ميه. والميه دي بقى علشان تسهل معانا الفرم بتاع الفول. هنضرب بقى في الاول ضرب متقطع وبعدين هنضرب باستمرار، بس اهم حاجه تريحي الكبه بتاعتك علشان ما تبص منك. ولو حسيتي بقى ان في حاجات لسه ما اتفرمتش نزليها كده بالاسباتيولا او بالمعلقه اللي انت شغاله بيها، وكملي ضرب لحد ما تنعم معاكي خالص العجينه بتاعه الطعميه. هنزل بقى كده اللي انا فرمتهم في الطبق، وبعدين بقى هناخد الجزء اللي احنا لسه ما فرمناهوش هنكمله بقى فرم. هحط برده رشه الملح وكمان الكزبره الناشفه. ما نحاولش نكتر ملح يا جماعه علشان ما تملحش مننا. ممكن تدوقي تحطي بس نقطه كده على طرف لسانك وتدوقيها. وحطيت كمان نص كوبايه شاي كده ميه. نفرم بقى كده كل الكميه زي ما قلنا في الاول ضرب متقطع، وبعدين بقى بننعمها خالص، بس اهم حاجه تريحي الكبه علشان بتسخن لو استمريتي بقى في ضربه، ونريحها كده علشان نحافظ على الحاجه بتاعتنا. ضربنا بقى الكميه التانية، هناخد الكميه الاولى مع الكميه التانية وهنفرمهم تاني في الكبه. شايفين بقى لونها عامل ازاي؟ لونها فاتح وجميل، مش خضره كده وغامقه، لا لونها فاتح كده وحلوه. شايفين ضربناهم كده خالص لحد ما نعموا معانا. هننزلهم بقى في الطبق بتاعنا. وتعالوا بقى خلوا بالكم من التكايه المهمه جدا دي اللي احنا هنعملها، ولازم تعمليها بقى علشان تبقى الطعميه بتاعتك كده منفوخه كده وحلوه وهشه جدا من جوه، وما تكونش معاكي مكتومه كده ومكبسه من جوه. والسر بقى اللي هيخليها هشه كده وحلوه من جوه هو ان احنا نضربها كده بالمضرب الكهربائي شويه كده، يعني تضربيها فتره كده يعني حوالي 3-4 دقايق لحد بقى ما تحس ان هي هشت جدا وقوامها كده تحسيه بقى زي الفوم. ولو ما عندكيش بقى المضرب الكهربائي تقدري تشتغلي بالمضرب العادي اليدوي، بس هتاخدي وقت شويه وانتي بتضربي كده. وده بديل الكف اللي بيستخدموه في المطاعم. بتلاقي كده عند الراجل اللي بتشتري منه الطعميه بتلاقيه كده في حاجه بتلف جنبه بيسموه حجر او كف، يعني حاجه كده بتلف العجينه بتخليها تتضرب كويس. بديل المضرب الكهربائي ده، هي دي بقى اللي بتخلي العجينه بتاعته اول كده ما يحطها في الزيت تلاقيها نفشت كده ونفخت وبقت عامله زي الكوره. في تريكايه كده كنت عايزه اقولها لكم انا ما عملتهاش. لو حابه ان انت تصفي العجينه قبل ما تبداي في الضرب بالمضرب الكهربائي ده تقدري تصفيها بمصفايه كده من السوائل اللي فيها. الصراحه ما عملتهاش، بس انتوا لو حابين اعملوها الخطوه دي. هعبيهم بقى كده في علب، ولو حابين تحطوهم برضو في اكياس عادي مفيش مشكله. انا جايبه العلبه دي، العلبه ب3 جنيه. هي حلوه بتنظم الدرج بتاع الفريزر، بس انت لو حابه تحطي في اكياس ما عندكيش الامكانيه ان انت تجيبي العلب دي عادي مفيش مشكله. انا جايباهم وعادي بغسلهم وفرزيهم حاجات تانية عادي بعد ما بيخلص. سواء كيس او علبه فرزي كده على قد الوجبه بتاعتك علشان لو حطيتيهم في الفريزر وطلعتيهم ما تسيحيش كل الكميه مره واحده فتضطري تاخدي جزء وجزء تاني تشيليه في الفريزر. لا احنا عايزين الحاجه اللي تطلع هي اللي نستخدمها وخلاص. عملت بقى 3 وجبات عينهم، والباقي بقى هنعمله مع بعض دلوقتي. حطيت بس على الكميه اللي انا هعملها دلوقتي حطيت عليها معلقه بيكنج باودر ومعلقه كزبره ناشفه صغيره من كل حاجه كده، وهنقلب مع بعض كده كله مع بعض. بعدين بقى هجيب كيس نضيف من اكياس البيض العادي دي اللي هي الاكياس اللي بنفرز فيها عادي دي. هنحط بقى فيها العجينه اللي احنا هنقليها دلوقتي، وهنفضي الهواء منها خالص عشان نعرف نتحكم فيها، وهنربط الكيس وهنقليها بقى عادي. هنفتح بقى فتحه صغيره كده في الكيس من تحت، وبعد كده هنحط بقى الطعميه بتاعتنا. ممكن تحطي كده على الطاسه على طول، لو مش حابه تحطي بايدك زي ما حضراتكم شايفين كده. بنضغط على الكيس وبننزل كده في الزيت على طول. وطبعا في الاول لازم نسخن الزيت بتاعنا كويس جدا، بعد كده نخلي النار وسط. ولو حابه تحطي سمسم تقدري تحطي سمسم. اول ما ياخد لون من تحت هنقلبه على الناحيه التانية. شايفين بقى الطعميه اتنفخت معايا ازاي؟ حلوه قوي ومقرمشه واخده لون حلو احلى وقطع من بره بكتير. كفايه ان احنا نكون ضامنين الزيت اللي احنا هنقليها فيه. بعد كده بقى تعالوا هنفرز البطاطس. الطريقه دي بقى هتعجبك جدا وهتعتمديها. ومعايا هنا حوالي 2 كيلو من البطاطس جبتهم كده وقشرتهم. والبطاطس بقى اللي احنا هنفرزها النهارده لازم تكون
تكون بطاطس تحمير. هتعرفيها ازاي بقى؟ هتلاقيها كده فيها طينه من بره شويه، وكمان فيها نقط يعني حمرا كده داخله لجوه، تحس ان هي فيها نقط حمرا، هي دي بقى اللي بتبقى بطاطس التحمير. دلوقتي ساعات بنلاقي برضو البطاطس العاديه بتاعه السلق يعني وكده برضو فيها نقط حمرا. الامن ليكي ان انت تجيبيها بقى وتجربي بطاطسيه او بطاطسيتين تحمريهم وتشوفيهم هم بطاطس تحمير ولا لا. لو انت حابه يعني تعملي كميه كبيره وكده، طريقه سهله جدا ومش بتاخد وقت خالص. زي ما شفتوا كده معايا، انا جبت البطاطس قشرتها وبعدين غسلتها كويس جدا جدا، يعني كمان سبتها شويه كده في الميه دقيقه كده ولا دقيقتين، شطفتها تاني وبعدين بقى جبتهم كده قطعتهم، وطول ما انا شغاله كده سايباهم في الميه بتاعتهم علشان البطاطس ما تتاكسدش لحد بقى ما نعمل التركيه اللي هتخليها خلاص كده ما تسودش ولا تغمق ولا لونها يغير معاكي نهائي. وحاولي وانت بتقطعي البطاطس تخلي الصباع ماسك نفسه، لا هو تخين قوي ولا هو رفيع خالص، علشان هيدخل في كذا مرحله، علشان كمان عايزين كده الصباع كده واحنا بناكله يبقى مرمش من بره وكده طعمه جميل من جوه. هخلص بقى كده كل الكميه، ومعايا حله فيها ميه بتغلي على النار، هحط فيها ربع كوبايه خل وحوالي معلقه كبيره كده ملح. بعدين بقى هننزل بالبطاطس بتاعتنا شويه بشويه، مش هنحط يعني كميه كبيره. انا قسمت هنا ال2 كيلو على مرتين. ليه بقى مش عايزه احط الكميه كلها مره واحده؟ هي الحله تشيل وكل حاجه، بس انا عايزه البطاطس يعني تاخد غلوه واحده بس بسرعه جدا، فانا لو حطيتهم كلهم مش هياخدوا الغلوه بسرعه، يعني هياخدوا وقت على بال ما البطاطس تغلي معايا. وفي الوقت ده كنت مجهزه ميه فيها تلج، قطع تلج كده او ميه فتره عادي من الحنفيه. لو الميه ساقعه على طول كده تاخديهم تديهم شطفه تحت الحنفيه. كملت الجزء التاني كده كله وحطيته برده في الحله وهديله غلوه واحده بس، هستنى عليه بس يغلي. اول ما يبتدي يغلي كده هقوم مطلعاه على طول، هنطلعه في ميه ساقعه على طول او تحت الحنفيه نديهم شطفه وبعدين نصفيهم تماما خالص كده من الميه. وانا ليه بقى بطلعهم في ميه ساقعه؟ عشان نوقف التسويه بتاعتهم ما ياخدوش تسويه زياده. وزي ما شفتوا كده الكميه التانيه برده عملت فيها نفس الكلام، حطيتها على ميه ساقعه وبعد كده خدتهم كده صفيتهم على طول. وبعد ما صفيتهم تماما في مصفى جبت كده فوطه وفرشتها كده على الرخامه، وهبتدي انزل بقى البطاطس بتاعتي كلها كده على الفوطه. الفوطه طبعا لازم تكون فوطه مطبخ نظيفه، تكون خاصه يعني بالحاجات دي. ساعت كده البطاطس بتاعتي كده على الفوطه كلها وسبتها تتصفى تماما، انا مش عايزه فيها ولا نقطه ميه. وجبت بقى مناديل المطبخ وابتديت ان انا انشف بمناديل المطبخ كده من فوق، علشان طبعا هي بتتصفى من تحت، انا بقى بنشفها من فوق. واول بقى ما البطاطس بتاعتي خلاص اتصفت خالص ومبقاش فيها ولا نقطه ميه، جبتهم بقى كده وحطيتهم في طبق. واخر خطوه هعملها في البطاطس بقى هحط بقى حبه زيت، بحيث ان كل البطاطس بتاعتي تتغلف كده بالزيت. هحط حوالي معلقتين او 3 معالق زيت، وهقلب البطاطس بتاعتي بالشكل ده كده بحيث ان كله كده يعني يتغلف بالزيت، علشان لما اجي احمره بعد كده يتفكك عن بعضه بكل سهوله في الزيت. وكمان الطريقه دي هتخلي البطاطسايه ما تشربش معاكي زيت في التحمير. بعدين بقى هنحط البطاطس بتاعتنا في الاكياس على حسب بقى الوجبه والكميه اللي تناسبكم، بقى حطوا الكميه اللي تناسبكم في كل كيس علشان الكيس تطلعيه على طول على التحمير. وهنقفل الكيس بتاعنا كويس جدا. اهم حاجه بقى ان انتي تقفلي الكيس بتاعك كويس خالص وتفضي منه الهواء على قدر الامكان. وده بقى كيس انا مفرزاه من قبل كده، هتشوفوه معايا دلوقتي كده وانا بقليه. شايفين بقى لا غير لا لون ولا اي حاجه، وسهل جدا على طول من على الفريزر على القلي على طول. طبعا الحاجات اللي احنا بنعملها دي وبنجهزها بتسهل علينا كتير وقت ما نيجي نحضر السحور. يلا بقى قومي جهزي حالك وهاتي الحاجات اللي ناقصاكي واعملي بقى حاجتك في البيت على نظافه ايدك كده، هتطلع معاكي احلى وانضف واوفر من بره بكتير. شايفين بقى البطاطس في ثواني بقى كانت مقليه وجميله بقى ومقرمشه وحلوه زي الاكياس الجاهزه اللي بنشتريها من السوبر ماركت. تعالوا بقى هنا نشوف الفول بتاعنا كان خلاص هنا استوى، وطبعا انا زودته ميه في النص كده، ميه مغليه. شايفين بقى لونه جميل ازاي، لونه تحفه جدا وكمان مستوي. نظبط بقى الفول بتاعنا وهنحط بقى الملح والزيت، وفول بقى يعني كمون وليمون، هنحط بقى عصير نص ليمونه وحبه كزبره صغيرين، وهنقلب بقى الفول بتاعنا واحلى طبق فول هتاكليه من ايديكي وربنا يحسن ما بين ايديكم دايما. تعالوا بقى نشوف البليله بتاعتنا. شايفين بقى كده الحبايه كده سليمه وزي ما هي. انا بقى بحب التسويه بتاعتها تكون مظبوطه كده، وكمان انا مش عايزه اسويها جامد لدرجه ان هي تفشر معايا، انا عايزاها تبقى سواها مظبوط بالشكل ده كده. الحبايه بتاعتها كده تبقى ماسكه نفسها، لان طبعا هنفرزها زي ما انتم شايفين. شربت اغلب الميه بتاعتها، والميه اللي باقيه دي هسيبها عادي يعني، هحطها افرزها معاها. هحطهم بقى في اكياس على قد الوجبه اللي انا عايزاها، وهنعمل دلوقتي شويه بليله منهم عسل. اما بقى بالنسبه اللي هتفرزيه فهتسيبيه يفك وبعد كده تعملي الخطوات اللي انا هعملها معاكي دلوقتي. بقى اللي زادوا معايا هنعمل منهم احلى بليله دلوقتي. معايا هنا حوالي لتر لبن، هنحط معلقه كبيره كده من النشا، وهنحط بقى السكر بتاعنا، والسكر ده بقى حسب الرغبه، وهنقلب بقى ده كله مع
مع بعضه. طالما ضفنا نشا يبقى اللبن لازم يكون بارد. هندوب بقى النشا مع اللبن وهنرفعهم على النار، وطبعا هنقلب باستمرار كده وهي على النار لحد بقى ما القوام بتاعها يتقل معانا شويه. هنضيفها بقى كده على البليله. هنا بقى كنت ضفت اللبن على البليله بس للاسف ما اتصورتش. هنحط بقى هنا اخر حاجه الفانيليا، ولو حابه تضيفي جوز هند ضيفي. وطبعا انا في الوقت ده كنت مشغله عليهم النار ياخدوا غلوه كده مع بعض، وبعد كده هنطفي عليهم النار. في طاسه بقى نحمر شويه كنافه سمنه بلدي. ده بقى لو حباها بالكنافه هتديها طعم جميل جدا، عايزه اقول لكم تحفه. تعالوا بقى بعد كده نقدمها مع بعض. هنجيب بقى الكنافه بتاعتنا وهنحط بقى في كل طبق كده حبه حلوين كده من تحت. بعدين بقى هنحط البليله بتاعتنا في الاطباق كده. ايه رايكم بقى كده؟ حابين تسيبوها كده سيبوها كده، حابين بقى تضيفوا من فوق شويه كنافه تاني زي ما انا هعمل دلوقتي ضيفوا. لو حابين برضو تضيفوا مكسرات برضو مفيش مشكله، اللي يريحكم ضيفوه اعملوه. بس هي الصراحه كده بالكنافه تحفه جدا. الطبق ده بقى حلو جدا ومشبع ومغذي، كمان الاولاد هيحبوه جدا. ودي بقى تحليه سريعه وحلوه جدا في رمضان. واخر حاجه معانا هنا حمص الشام استوى طبعا بارد تماما معانا. شايفين بقى لونه جميل ازاي؟ هنعبيهم بقى كده في اكياس، وكل كيس بقى على حسب الوجبه بتاعتك. وبرده نفس الكلام الفول حطيته في اكياس. وهنا بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تدعموني بلايكات كتير واشتراك. شيروا الفيديو لاصحابكم وقرايبكم علشان الكل يستفاد. واتمنى تكتبوا لي كومنت حلو يفرح قلبي. شكرا جدا ليكم، سلام عليكم.